ايه ده بقى؟ دي قماشة وعاملة 3 خطوط طباشير، طبقتهم فوق بعض، بعد كده بتخيط بالطريقة دي. تمام. ليه برضو؟ ماشي. تمام. عملت الشكل ده. تمام. وبعدين يا بنت اللذينة، عملت شنطة ايد بقماشة بس. جامدة اوي الحركة دي. تمام. ده كم بلوفر، قطعته كده خليته متساوي. ماشي. قصته لحد القصة كده، طلعت الحتة دي لفوق وقصيتها. ماشي. وبعدين مش فاهم، خيطت الحواف كلها. تمام. قلبته تاني الناحية التانية. يا بنت اللذينة، شراب من بلوفر ده بيدفي جامد اوي في الشتا، ده جامدة. دي سلكة مواعين، حطها في خرطوم. تمام. ده ليه بقى حط سلكة مواعين في الخرطوم؟ تمام. فتح المية. اوه، الخرطوم اتغسل من جوه بسلكة المواعين. اول مرة اعرف ان الخرطوم بيتغسل من جوه كده. اه، دي انا عارفها. دي ازاي تحط اكبر كمية هدوم في الشنطة. هي حطت البنطلونات الاول، فردتها وكلها محطوطة بره، الحواف بتاعتها بره. بعد كده بتطبق الهدوم زي ما انتم شايفين بالطريقة دي. بعد كده الطروف بتاعت البنطلون دي هتبدأ تحطها تاني على الهدوم المتطبقة. تقريبا حطت الدولاب كله. احسن طريقة تحط بيها الهدوم في شنطة السفر. جامدة قوي. بصوا كمية الهدوم اللي هي حطيتها قد ايه. تمام. خلاص البنطلونات بترجعها تاني مكانها جوه الشنطة، وشكرا يا معلم. جامدة. ده ايه ده غطا ازازة. تمام. خرمناه. جبنا سفنجة، عارفها دي برضو جامدة قوي. دي بقى دي انا جربتها. جاب البالونة، هيقص البالونة بعد ما حطها في غطا الازازة. تمام. بعد كده يحطها في الحنفيه. بقى معاك حنفيه متحركه يمين في شمال. بص كده معايا. جامده قوي. بدل الحنفيات الغاليه هتعمل واحده ببالونه وغطا ازازه. جامده جامده جامده. اذا ما حبيت الحزام يكون بهذا الشكل. تمام. عشان ساعات بيروح الزرار نازل تحت الحزام من تحت كده بشكل وحش. ماشي. بعاني منها الحوار ده. تمام. ايه ده؟ هيبقى ثابت قوي كده. يا بنت اللذينه، جامده الحركه دي. بس انا لو اتزنقت عملت الحركه دي واتزنقت مثلا، هعملها على نفسي قبل ما افك البنطلون. ماشي. ايه ده؟ جبنا الزرار اللي تحت حطيناه في الزرار التالت، ونفس النظام الناحية التانية، واللي في النص مع بعض لتحت. ده ليه؟ جامدة دي. جامدة. ونفس الحوار في البلوفر، عشان انت لو عايز تدخل القميص جوه البنطلون تدخله بالشياكة، هيفضل طول اليوم مفرود مش هيطلع بره. جامدة قوي. ده بنطلون ماشي. عملت خط بالطباشير، ومن تحت كده من عند الخياطة بتخيط يمين في شمال بالطريقة دي. تمام. ايه الحاجات دي يا جماعة؟ ماشي. ما تقوليش هي كده بتأثر البنطلون. بتأثر البنطلون يا بنت اللذينة. الواحد مش محتاج يودي البنطلون بتاعه للخياط بعد كده، بكل سهولة في البيت، ولا محتاج أي خياط. ده الموضوع طلع سهل أوي يا جماعة. إيه ده؟ ده أنا هقول لأمي على دي دلوقتي. أنا دايما كنت أول ما أجي عاوز أقصر بنطلون أوديه على الخياط على طول عشان ما يتبهدلش ويبوظ. الطريقة دي سهلت الدنيا خالص. الخياط دلوقتي لو بيتفرج عليا هيعمل مني بطاطس محمرة بعد ما عرفت الطريقة دي.